سعيدا جدا لبرشلونة على مستوى النتائج وأيضا على مستوى كرة القدم الجميلة المندفعة، كثيرة الهجوم، كثيرة الأهداف، وكثيرة المكاسب والإيجابيات. برافو برافو لتشافي أنه غير الفريق، حول الفريق في 5 أشهر. مو سهل بصراحة، في دوري مو سهل، في دوري قوي. اليوم شاهدنا البرسا في ظروف صعبة وفي أزمة اقتصادية يعيشها النادي. أزمة اقتصادية وظروف صعبة. الفريق اليوم قدم مباراة كبيرة، مباراة تاريخية بالنسبة للبرسا. اليوم 90 دقيقة البرسا سيطر على المباراة، دفاع قوي، دفاع حصين، وسط ميدان. استمتعنا بوسط ميدان البرسا، تحكم في المباراة طوال 90 دقيقة. وفي الشوط الثاني يعني أوباميانغ وتوريس سيطروا على دفاع فريق الريال. الغريب أنا حبيت نعرف ماذا قال المدرب أنشيلوتي بين الشوطين، لأن في الشوط الثاني دفاع الريال مش موجود من الدقيقة الأولى. ضيع توريس، يعني توريس وأوباميانغ سيطروا على 4 مدافعين. شوفوا وحدهم يلعبوا توريس وأوباميانغ. شوفوا الهدف الممتاز. تحولت المباراة إلى مباراة استعراضية في الشوط الثاني. ال20 دقيقة الأولى في الشوط الثاني كان ممكن البرسا يسجل 4 أهداف، سجل هدفين، وتوريس وأوباميانغ ضيعوا كل لاعب هدف. ولهذا اليوم ريال مدريد غريب رد فعل ريال مدريد في الشوط الثاني، مش موجود في الشوط الثاني ريال مدريد. هل الصدارة مهددة؟ كارفاخال تحدث عن فارق مريح، الآن 9 نقاط. لا مش فارق مريح بين الريال واشبيليا، 12 نقطة عن برشلونة مع مباراة أقل لبرشلونة. برشلونة يفوز في المباريات المتبقية يصبح المرتبة الثانية، يعني الفارق 9 نقاط، وكل شيء ممكن 9 نقاط. لكن أعتقد أن هل غياب بنزيما، مش معقول غياب لاعب بنزيما تأثيره كبير على الفريق. لكن اليوم دفاع الغريب، دفاع البرسا، دفاع ريال مدريد، دفاع ريال مدريد مش موجود في الشوط الثاني. ميليتاو مش موجود، ألابا مش موجود، ناتشو مش موجود. وغريب انه بين الشوطين قلنا ممكن يرجع الريال، لان 2-0 النتيجه ممكن ترجع، لكن الريال في الشوط الثاني خرج من المباراه. واعتقد ان شوفوا الدقيقه الاولى، الدقيقه 45 ينفرد محقق ضاع. اوباميانغ عمل مباراه كبيره، يعني مكسب كبير. اعتقدت ان اللاعب هذا ينتهي مع ارسنال، لكن شوفوا قوه تشافي، احيا اللاعب هذا من جديد كانه لاعب عمره 20 سنه، عمل استمتع في الشوط الثاني. وراه لاعبين ممتازين، وراه بيدري، وراه لاعب ديونغ، وراه بوسكيتس. اليوم الفريق الكل قدم مستوى جيد. برافو لتشافي، انت دبيت ناجحه الى حد الان. توريس اللاعب اوباميانغ اللي قدم شوط ثاني رائع. شوفوا الاهداف، يعني كان ممكن في الدقيقه 57 الريال يسجلوا 6 اهداف. غريب الريال بصراحه، ردة فعل الريال في الشوط الثاني غريبه جدا. الريال مش موجود في الشوط الثاني. اعتقد ان اليوم خيبه امل بالنسبه لجماهير ريال مدريد انه يخسر 4 على ارضه امام جمهوره. ما اعتقدناش ولا انسان كان يتوقع النتيجه هذه. كان ممكن البارسا يفوز لكن مش بالنتيجه هذه، ورغم ان كورتوا معناتها انقذ الفريق في عديد المناسبات. برافو لتشافي، برافو للبارسا، احيا اللاعبين، رجع القوه اللي عباها البارسا في الشوط الاول وحتى في الشوط الثاني، الروح القتاليه. فريق مسيطر، فريق عنده حلول، فريق عنده معناتها افكار كبيره بين اللاعبين، وهناك انسجام كبير بين اللاعبين. وحتى لما غير في الشوط الثاني ودخل ديباي، دخل البارسا بقى مسيطر على المباراه. اعتقد ان البارسا هذا ممكن يمشي البعيد في كاس الاتحاد، وممكن في المواسم القادمه يزيد يتحسب انتدابات اخرى، معناتها يرجع بسرعه باش يلعب الادوار الاولى سواء في الدوري او في الشامبيونز ليج. ذكر بوسكيتس ان برشلونه كان يمكن ان ينهي المباراه بنتيجه اكبر، وقد لاحظنا فرصا كثيره ضاعت مع تالق لكورتوا. كان يمكن لهذه المباراه ان تكون فعلا تاريخيه اكثر بكثير من الارباح. صحيح هذا كانت فرص كثيره محمد، خصوصا الشوط الثاني. الشوط الثاني مع بدايه الشوط الثاني كانت 4 فرص، وهنا الفرص الشوط الاول. اليوم ريال مدريد ما شاهدناش وسط الملعب. اليوم تحس ان ريال مدريد خصوصا الشوط الثاني انه يلعب بدون وسط ملعب، لانه بسرعه يصلوا للمرمى المهاجمين. انا اعتقادي دائما قلت بنزيما ليس فقط 90% من ريال مدريد. عندما يكون بنزيما موجود، ليس في هذه المباراه فقط محمد، يعني غافل عن المباريات. فريق ريال مدريد يجد صعوبات كثيره في عمليه تسجيل الاهداف.
ودائما حتى على المستوى المعنوي والذهني بالعكس يحفز اكثر اللاعبين، وعلى المستوى الذهني تحس ان اللاعبين يلعبون بثقه اكثر، لكن غيابه اليوم اثر بشكل كبير على ناتشو ذكر التراخي، دخول بعدم تركيز، امور كثيره. التراخي هو يلعب ضد ريال مدريد، هم اللاعبين المحترفين، ليس مساله تراخي. بس هو تطرق اكثر من مره يوسف لفارق النقاط بين الريال وبين المنافسين. الكل يعرف ان الكلاسيكو وضع اخر ليس له علاقه الامر بفارق النقاط. هم يعرفوا هذه الاشياء محمد، يعرف ان الكلاسيكو مباراه خاصه وفوز فيه عنده طعم خاص، رغم انك يكون برشلونه او ريال مدريد يعني بعيدين عن بعض بكثير من النقاط، لكن دائما الفوز يعطي ثقه. هذه مباراه تاريخيه بالنسبه للفريقين، بالنسبه لبعض اللاعبين اللي اول مره يشاركوا كذلك في الكلاسيكو. يعني كميه المرات اللي وصل فيها برشلونه بفرص محققه للتسجيل في هذه المباراه ربما لم نشاهدها في اي مباراه اخرى في هذا الموسم. محمد يعني تقريبا 10 فرص محققه للتسجيل، لان ريال مدريد تكتيكيا لم يكن جيد، لان منظومته الدفاعيه لم تشتغل بشكل جيد، دفاعيا كانوا يوصلوا بسرعه. بس هل يعقل مدرب مثل انشيلوتي يشاهد مباراه 90 دقيقه تتكرر السيناريوهات تقريبا كل 15 دقائق وفرص محققه دون ان يغير شيء، دون ان يستطيع فعل شيء؟ هو الامكانيات هي اللي عنده الموجوده محمد، موجوده الامكانيات هي اللي موجوده، دخل حتى لاعب اما كامافينجا اللي المفروض كنا قلنا دخل كل اللاعبين، لكن كمنظومه الفريق يلعب بهذه الطريقه، يلعب ضد فريق في افضل احواله. بس هل يعقل يغيب بنزيما وينهار الفريق بهذا الشكل يوسف؟ محمد شفنا العديد من المباريات، ليس فقط المباراه، يعني العديد من مباريات ريال مدريد عندما غاب فيها بنزيما الفريق لم يجد الحلول. لاحظ الارقام 58%، 14 تسديده مقابل 3 فقط، 10 باتجاه المرمى من اصل 17 تسديده اجمالي. تلعب بكازيميرو وتلعب مودريتش وتلعب بلاعب كروز واللاعب مودريتش، ما يمكنش يلعبوا كل المباريات، وما يمكنش يلعبوا المباريات القويه بهذا المستوى البدني، صعب. انهم لاعبين كبار في السن، عندهم صحيح تجربتهم، عندهم خبرتهم، لكن هم لاعبين مع من؟ مع ديونغ، مع بيدري، مع توريس، مع كيف بوسكيتس كبير في السن يوسف. ولو شيبو انهيار هذا، ولو بدنيا كانوا انهار اليوم، مستوى بدني مش موجود. ريال مدريد مش موجود. ليش مش موجود؟ في الشوط الثاني من الدقيقه الاولى الريال مش موجود لان بدنيا ما كانوش مستهلكين. كابتن تلعب الفريق البارسا تحكم في ايقاع المباراه، رفع الريتم المباراه بشكل عالي، واللاعبين هذو ما يمكنش يلعبوا لك كل اسبوع مباراتين. بعض اللاعبين ممكن تدخل كامافينكا، ممكن تدخل مع كازيميرو مع كروز، لكن كروز مع مودريتش لاعبين يعني اللي اعتقادي بدنيا مش يعني ممكن يلعبوا كل المباريات. المفروض انشيلوتي شيبو البارسا لعب ضد جالاتا سراي. انا اتكلم لك على عمر اللاعبين يا كابتن، عارف مودريتش كم عمره؟ 36 سنه. لا بوسكيتس يوسف كبير في السن، لكن شوف باريس سان جيرمان بوسكيتس راه مع بيدري ومعاه ديونغ راه صغار في السن محمد، راه عنده بيدري كم عنده 19 20 21 سنه، ديونغ كم عنده 25 24 بس ذكرنا قبل المباراه ان الثلاثي خط الوسط في الريال من افضل خطوط الوسط في العالم، من ثلاثي ريال مدريد. لكن بعض المباريات محمد تلعب مع فريق قوي وفريق عنده لاعبين قوتهم في الاستحواذ، قوتهم في يعني تكتيكيا منضبطين، واللاعبين اللي ما يضيعوش كره بسرعه ويركضون اكثر، وشوف كيف كانوا يضغطوا. والمشكله فوق ما ذكره يوسف ان لا خط الهجوم ساعد خط الوسط في ابقاء الكره كما كان يفعل بنزيما، ولا خط الدفاع وحارس المرمى فرق الفريق، ساعد فريق الخروج بالكره. صحيح، ماهوش فريق اليوم ريال مدريد، صحيح ممكن تخسر ضد البارسا، تخسر ممكن مش بالطريقه هذه، ممكن تنجيها 6 7 8. يعني البارسا اليوم في كل هجمه في الشوط الثاني يوصل المرمى ولهذا وسط ما كانش موجود، لا وسط ميدان ولا هجوم ولا دفاع، الفريق ككل اليوم في الشوط الثاني بارسا ضد كورتوا. بس هو اخرج كروس وادخل لاعب صغير بالسن يوسف، لم يتغير شيء لان المنظومه كلها من الاول. محمد راه برشلونه تشوف كيف كان يضغط من بدايه المباراه. برشلونه فريق داخل المباراه يوسف جائع يريد تحقيق فوز ونتيجه كبيره، رغبه، ولكن حتى المستوى البدني محمد يعمل عنده دور كبير. الدقيقه 81 ولا 84 بوسكيتس يضغط على منطقه الجزاء، يضغط في 81. تقوم بهذا العمل هذا لازم يكون عندك بدنيا تكون جاهز لهذه الاشياء، وهذا قالوا حتى طارق الاشياء اللي عمل عليها تشافي هو حسن الاداء البدني باش تضغط الضغط العالي بدني الفني النفسي. المفروض تكون بدنيا جاهز لهذه الاشياء، تسترجع الكره، عندما تسترجع الكره تكون بدنيا جاهز حتى انك ممكن تحتفظ بالكره. في بعض الاحيان ريال مدريد كان يعمل يقطع الكره
يقوم بمجهود بدني ثم يضيعها. ليش يضيعها؟ لانه بدنيا مش جاهز يحتفظ بالكره. بالمناسبه في مباراه الكلاسيكو الاولى لتشافي شخصيا تواصلت معه بعد الخساره في الرياض في مباراه السوبر، لعبوا مباراه كبيره، كتب لي رغم الخساره انا سعيد بالاداء صحيح. وكان يمكن ان نفوز، صحيح، علما بان في تلك المباراه الريال كان في صعود على مستوى النتائج وبرشلونه كان يعني بدايه العوده مع تشافي. البرسا مع تشافي صحيح هناك تيكي تاكا، لكن وين اضافه تشافي؟ هو سرعه البرسا في الهجوم. اليوم البرسا كانت قبل 5 10 15 20 بطيء. اليوم شاهدنا في الشوط الثاني في 3-4 لمسات يصل المرمى، توريس، ديونغ، لاعبين الكل معناتها شوفوا اللاعبين معناتها سرعه كبيره في الكرات الطويله، هناك عمق في البرسا. واوباميانغ جاء ليحل مشكله التسديد راس الحربه كبيره. اوباميانغ حل مشكله كبيره، يعطي حلول كبيره للفريق، شاهدناه في الشوط الثاني. حتى توريس شاهدناه كم كره طلبها في ظهر المدافعين. موضوع المدافعين يا كابتن صحيح. ولهذا اعتقد ان البرسا مع التيكي تاكا تحسنت، طورت، اصبحت سرعه. مع ديمبلي بطبيعه الحال في احسن حالاته، حل فردي. اليوم مسكين معناتها ناتشو مسكين، والله مسكين ناتشو اليوم لقى صعوبات كبيره، 1 ضد 1 وبدون مساعده من خط الوسط. اوباميانغ يعني شوفوا قبل التمريره مشى للقائم الاول، يعني خذا سنتيمترات على ميليتاو. اوباميانغ يعني اوباميانغ تقول له عمره 20 سنه، ان شاء الله عليه مقدم مباراه كبيره. حتى منذ قدوم البرسا اللاعب هذايا المستوى تحسن، ولانه عنده لاعبين جيدين. لان اوباميانغ في ارسنال يخرج على الجهه اليمنى يرجع الى وسط الميدان، لكن اليوم في البرسا لا، داخل الصندوق يلعب في القائم الاول، في القائم ويسجل ويصنع ويطلب. صناعه الهدف الثالث كابتن تستحق ان نقف عندها، لان هدف جميل وصناعه جميله من اوباميانغ. ممتاز، عمليه ممتازه. ونشوفوا لاعب اخر اليوم عجبني كثير، ديونغ اليوم يلعب بحريه كبيره. اللاعب هذا عمل كل شيء تقريبا، جل الاهداف جات من لاحظ 5-4. ونشوفوا لهنا وين الدفاع الريال؟ اين دفاع الريال؟ وين وسط 3 ضد 2. شوف 3 ضد 2 تمريره ديونغ، ونشوفوا تمريره ممتازه للاعب، ونشوفوا توريس وحده بدون رقاب. اين دفاع ريال مدريد؟ نهار في الدقيقة 46 هذه، ماناش في الدقيقة قبلها بدقيقة انفراد لتوريس، انفراد قبل هذه انفراد لتوريس، يعني في دقيقتين كان ممكن البرسا يسجل هدفين. أين دفاع الريال؟ شوف 3 ضد 2، شوفوا لهنا 2 ضد 1، ونشوف التمريرة ممتازة في اللقطة هذه. ولا لاعب ارتكاز موجود، ولا لاعب قلب دفاع موجود. شوف لي موجود من موجود مودريتش، وموجود لاعب ناتشو اللي هو الظهير، لا ميليتاو ولا ألبا ولا ألابا، الاثنين. مشكله كما قلت اليوم حتى الدفاع يتحمل المسؤوليه، يعني ما كانوش منظمين، كازيميرو ما شفناش. هذه تصير في الدقيقه 90 تحب تسجل انت مندفع مش بدايه الشوط، مش الدقيقه 45. الدقيقه 45 انفراد اول لتوريس، واوباميانغ شوت تمريره اوباميانغ، انفراد لتوريس، انفراد ثاني لاوباميانغ في الدقيقه. هذا الهدف الرابع على فكره. في اكثر من كره ألابا كان يكسر تسلل. لا في شيء تغير في البرسا، الكرات الطويله ما كانش يلعب كرات طويله البرسا، كان يلعب دائما الكرات القصيره، يوصل للمرمى بالكرات القصيره، اصبح يلعب بشكل مباشر على المرمى، لعبوا بشكل مباشر. وهذا لان عندك مهاجمين جيدين. وقتاش تلعب؟ لانه عندك اوباميانغ يطلب، عندك توريس، وعندك ديمبلي. والغريب ان الريال استمر بلعب بدفاع متقدم رغم الاهداف رغم الانفرادات. الغريب الريال معناتها كان سلبي اليوم، دفاعه ليس هناك شراسه، المحاصره سيئه، دائما متاخرين، ما ثماش القوه. حتى اللاعب كازيميرو ما شاهدناش اليوم، مودريتش ما شاهدناش، كروز ما شاهدناش، الدفاع كله كان سيء. الكل انهار في الشوط الثاني، كان ممكن قابل باش تكون النتيجه 6-7. تعرف انت في كره القدم لما تنهزم 2 و3 يعني كل شيء ممكن تولي 4-5 عادي جدا. طيب انتم ما شاء الله لعبتوا مئات المباريات، احيانا يقال في كره القدم في الرياضه بشكل عام مش في يومك فريق اخر، هل يمكن ينطبق على هذه المباراه؟ صحيح، مش في يومك، لكن ما تخرجش بهالطريقه. ممكن تحس ان الفريق افضل منك واقوى منك، ومش ممكن تسجل عليه، لكن ما تخسرش باربعه. يعني المؤشرات كانت واضحه من اول 10 دقائق في هذه المباراه، الافضليه كانت واضحه، افضليه واضحه صحيح، لكن الهدفين اللي ربما جاوا في الشوط الاول ودخول الشوط الثاني تحس الفريق يعني بدون اي حلول. ثم الهدف الثالث ربما في اعتقادي هو اللي خلاص يعني قضى المباراة وانهى المباراة بشكل رسمي، مع الفرص الكثيرة اللي ضاعت لفريق برشلونة، خصوصا الربع ساعة وال10 دقائق الشوط الأول.
أنا اليوم هناك علامة استفهام كثيرة على أداء ريال مدريد، على منظوم كل اللاعبين، ولا لاعب اليوم كان في المستوى ريال مدريد الا كورتوا. كورتوا افضل لاعب كان في غريب كلام ناتشو، غريب بالنسبه لفريق الريال. قال دخلنا المباراه ماناش جاهزين، ماناش حاضرين. يعني انا نقول هناك استرخاء، مش معقول فريق المرتبه الاولى فريق يمر فتره جيده، فاز على ترشح الدور الربع النهائي من المرتبه الاولى، يعني فضيحه اليوم. كان خسران بهدفين حتى نصف الشوط الثاني مع باريس سان جيرمان، وتمكن من تسجيل 3 أهداف. لان النتيجه هذه محمد، ذكر انت مباراه باريس سان جيرمان والريال المباراه الاولى كان ممكن النتيجه توصل صحيح الشوط الاول، لكن تالق كورتوا. اليوم الفريق انهار ضد البارسا وبنفس الاسلوب. الريال امام باريس سان جيرمان ترك الكره لباريس سان جيرمان. يعني في اشياء لازم يصلحها. اولا الكره ما تخرجش من الدفاع، يرتكب اخطاء كثيره في التمرير، وكورتوا ما يعرفش يلعب برجليه، يرجعوا الكره لكورتوا يلعبها طويل، لقاو صعوبات كبيره خارج الكره، ثم في افتكاك الكره من اضعف الفرق في افتكاك الكره ريال مدريد، ما يفتكش الكره. والاعتماد على المرتدات ليس في كل مره لان سيساعدك على الفوز. كان بنزيما هو الوحيد اللي كان يمسك الكره كمحطه يمسك الكره، يخلي الوسط ينتظر بقيه اللاعبين ويتقدم. الان لا رودريغو ولا فينيسيوس ولا لاعبين سرعه، لاعبين مساحات، ياخذ كره ويروح، وبعدين بتسقط الكره على طول. لكن انا في اعتقادي حتى بنزيما غيابه اليوم كان مؤثر بشكل كبير. دعونا نستمع لتشافي هرنانديز مدرب فريق برشلونة الذي جاء في منتصف الموسم وغير بشكل جذري شكل ونتائج فريق برشلونة. استمع.